شرطته، وبيكتشف انهم كانوا موجودين في مبنى جنب الفندق وكانوا بيحاولوا يسرقوا حاجات من هناك، لكن الامن شافهم فهربوا على الفندق وخدوا رهينة من هناك عشان يقدروا يهربوا بيها. سارة حاولت تدافع عن الرهينة، فاللي حصل انهم خطفوها هي بدل الرهينة وبعد كده قتلوها. وتشارلي بيعرف ان اللي خطفوها اسمهم ميشكا وإيليش، لكن اللي قتلها هو شيلر، وده بيكون راجل خطير جدا وعنده علاقات كبيرة بالحكومات وشغال مع مرتزقة ومتورط مع عناصر فاسدة في الحكومة، ومن ضمنهم بتكون المساعدة الخاصة بيه جريتشن اللي كانت عميلة استخبارات سابقة، وهي دلوقتي عايشة في باريس وكل يوم بتروح كافيه معين تقعد فيه. تشارلي بعد ما بيعرف المعلومات ديت بيروح لمور عشان يقولها له، لكن بيلاحظ ان مور مش متفاجئ وبيكتشف ان هو كان عارف كل ده وساكت. تشارلي بيتعصب ومش فاهم مور كان ساكت ليه. مور بيقول له ما ينفعش نتحرك دلوقتي عشان لازم نحافظ على سلامة الدولة، وبيقترح عليه يزور دكتور نفسي عشان يعالجه من الصدمة اللي حصلت له. فبيروح